وطبعا اللي بيهاجموا الحاجات دي هم المافيا اللي احنا بنتكلم عليها، اللي زعلانه جدا ان الشغل بتاعهم باظ. الامتحان المصري لحمايه ولادنا ولحمايه الامن القومي، واللي بيكتبوا على السوشيال ميديا اصل انتوا بتمصروا، انتوا مالكم انتوا بتمصروا، لا، ما احنا مالنا ازاي؟ دي دوله ما ينفعش حد يخش فيها ما يتعادلش، ولازم المجلس الاعلى للجامعات يوافق ويقبل الشهاده دي، يبقى لازم نعمل كده طبعا. والا ما تبقاش دوله بقى اي حد يعمل امتحان ويخش بيه. فتمصير لا، احنا مش بنمصر. الاي اس تي اللي عاملاه بورد دوليه زي كوليدج بورد، مش وزاره التربيه والتعليم، مش نفس الناس اللي بتحط الامتحانات في مصر. دول خبراء دوليين حطوا امتحان مناظر للسات بنفس مواصفة السات، والتحضير ليه هو نفس التحضير لامتحان السات، ولكن الفرق ان بنوك الاسئلة الخاصة بيه والسحابة والتوزيع الالكتروني تحت اشراف وزارة التربية والتعليم، وليس جهة أخرى، وليس سمسار امتحانات، وليس أي حد تاني. الدولة هي اللي بتديره، اللي بيحطوا خبراء أجانب على المواصفة الأمريكية. فده مش تمصير للدبلومة الأمريكية، ده أعلى مستوى من امتحان تقييم للدبلومة الأمريكية موجود دلوقتي على الأرض، بيتم إدارته من عندنا. ليه؟ عشان ما يحصلش تسريب ولا غش ولا حاجات كتير جدا كانت بتحصل على الأرض. طيب، كل ده كويس، بس في ولاد كانت جوه النظام ده في جريد 11 و12 بالذات حريصين عليهم، فقلنا مش هنعمل ده بأثر رجعي. يعني بمعنى لو انا في جريد 11 او 12 وكنت عندي واخد محاولات سات واخد محاولات اي سي تي، هنحترم هذا، هنقبله يعني، حتى اذا كان عندنا تحفظات على مكان يتم، بس ده مش ذنب الولاد ولا اهاليهم، فهناخده. بس هندي من تاريخ 15 فبراير فترة سماح 6 شهور. اللي كان حاجز في اي سي تي ودفع فلوس او عامل حسابه على حاجة، هنديله فترة سماح يكمل في اللي هو كان حاجزه. ليه قلنا 6 شهور؟ لان على 15 اغسطس اللي في جريد 12 خلاص ده داخل التنسيق، مش هياخد امتحانات تاني يعني. فبنقول اللي كان عامل حسابه هيخلص القديم في ال6 اشهر دول، فايا كان الامتحان اللي واخده هنحسبه له. لو هو حاجز اي سي تي خده، بس اللي مش هنوافق عليه من 15 فبراير هو السات. بعد 15 فبراير السات ما نعرفوش، يعني ما يروحش ياخده بعد 15 فبراير لانه هو اصلا مش بيتعمل في مصر، يبقى ده بالنسبه لي غير موجود. لو بياخد اي سي تي اهلا وسهلا، اي سي تي 1 اي سي تي 2، وعشان نريح الاولاد جريد 11 و12 هنسمح لهم بالماتشنج والسوبر ماتشنج عبر هذه الامتحانات. يعني يقدر يعمل ماتشنج بين السات سكور اللي عنده من زمان مع اي سي تي مع اي اس تي، او ياخد ماده من اي اس تي 2 مع واحده من اي سي تي 2. ده تسهيل كبير جدا جدا، ورغم انه مش اكاديمي بس تسهيل كبير جدا. ليه قلنا طلبه 11 و12؟ عشان مش هنسمح بيه بعد كده. ليه مش هنسمح بيه؟ لانه اكاديميا غلط. انا اقدر اعمل ماتشنج لو انا ماشي في مسطره واحده باخد اي سي تي بس او باخد اي اس تي بس، انما عشان اخده اقارن من امتحان يعني مقارنه مش عادله قوي. بس ده كله تسهيلا على اولادنا اللي في 11 و12، وعاوزهم يبقوا فاهمين مصر بتاخد القرار ده ليه. لان في مشاكل في اعتماد هذه انواع من التقييم الاجنبي لا نعلم من اين تاتي. فمصر عملت تقييم هي تقدر تحكم عليه وتسيطر عليه عن طريق خبراء اجانب برضو، بس احنا اللي بنديره مش جهة تالتة، وبنسلمه للمدارس وبنعمله في لجان في مدارسنا احنا بالتابلتس بتاعتنا احنا بالشبكات بتاعتنا ببنوك اسئلة مسيطرين عليها. اللي ولاده في سنة اصغر من 11 يخطط على اساس ان اي اس تي هو المؤهل الاوحد بعد فترة السماح للجامعات المصرية. احنا كده مدينه فترة يفكر فيها يعمل حسابه، مش اي حاجة تانية. الاي اس تي بالتحديد. الاي سي تي ممكن اخده لو انا وعاوز ولادي يطلعوا بره، انما لو هندخل جامعة حكومية او خاصة او اهلية اللي هم داخلين في التنسيق،
لازم اخد الاي اس تي. خد جنبه اللي انت عاوزه لو عاوز تطلع بره. طيب هل الاي اس تي معتمد دوليا؟ الاي اس تي تم انتاجه في سبتمبر 20، والنهارده متقدم للاعتماد في الجامعات العربيه والدوليه. فاللي ابنه في جريد 10 طبعا هيبقى معتمد جوه مصر وبره مصر، يعني يسمح ان يدخل ولادك جوه وبره. ودي انجاز كبير قوي. ويمكن لاولادنا اللي بيسمعوني اللي قاعدين في الخارج اللي خدوا سات، طبعا زي ما حضراتكم شايفين في رحلات بتطلع نعمل سات بره. احنا يهمنا الطلبه اللي عايشين بره بجد وما عندهمش غير السات. الطلبه دول هنسمح لهم ياخدوا سات لحد انتهاء فتره السماح. بعد كده هيلاقوا الاي اس تي المصري موجود عندهم في دول الخليج، وموجود عندهم في الدول اللي فيها ابنائنا في الخارج، وبالتالي ساعتها هنقول لهم لا، هيطبق عليكم نفس الكلام لو كنتوا عاوزين تخشوا الجامعات المصريه بعد انتهاء فتره السماح. اي طالب مصري مسجل على مدرسه مصريه طلع ياخد السات من بره مش هنقبله، لانه كده بيتحايل على السيستم. يعني ما يطلعش بره ياخد السات ويرجع عشان مش عاوز ياخده هنا، عشان بره اسهل. فمن غير ما اشغلكم بالتفاصيل، الثلاث قرارات دول زودوا فترة سماح 6 اشهر عشان نستجيب للاهالي اللي كانت عاملة حسابها، بس بعدهم نبتدي بقى نخطط ناخد الاي اس تي في مواعيده. امتحانات السات مرفوضة تماما بعد 15 فبراير لاسباب حضراتكم عارفينها، والماتشنج والسوبر ماتشنج مسموح بيه لجريد 11 و 12، واعتقد ده يعني يحل مشاكل كبيرة جدا. والدولة هتمشي في سكة اعتماد مش بس الامتحانات بتاعت الدبلومة الامريكية، ولكن المدارس بتاعت الدبلومة الامريكية كمان. هنشوف موضوع جهات الاعتماد ده ليه؟ حفاظا على اولادنا واهاليهم اللي بيحطوا فلوس في هذا النوع من التعليم. بس عاوز اقول ملاحظة على الشهادة البريطانية. الاي جي امتحاناته وقفت في العالم كله. في 3 جهات بتعمل امتحانات الاي جي، اللي هي كامبريدج واوكسفورد وبيرسون. كامبريدج قررت في مصر هتعمل امتحانات الاي جي رغم ظروف الجائحه. اوكسفورد وبيرسون هيعملوا تقييم زي اللي عملوه السنه اللي فاتت. فاللي ولاده في مدارس اي جي حسب مين المؤسسه اللي بتدي الامتحان، لو كانت كامبريدج هيعملوا الامتحان، اوكسفورد وبيرسون هيعملوا تقييم. والثلاثه يعني مؤسسات ممتازه من حيث الجوده. بس دي معلومه عشان في ناس اتلخبطت وهنعمل الامتحان ولا مش هنعمله. القرار ده قرار الجانب البريطاني. طيب الناس اللي هتقرر تنزل المدرسه في جداول تبادليه زي ما عملنا في الترم الاولاني، ويبقى في اجراءات احترازيه، واعتقد يبقى الحضور امن جدا. من حيث المصادر التعليميه لو قررنا نقعد في البيت، في حاجات كتير جدا بسرعه هوريها لحضراتكم. اهمهم او واحده من اهم المصادر قناه مدرستنا اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي. بتذيع من اول السنه ما ابتدت حصص ممتازه لولادنا اللي في سن من رابعه ابتدائي لحد الاعداديه. يا ريت حضراتكم تشوفوها وتشوفوا الجداول بتاعتها اللي بتنزل اسبوعيا من اكتوبر اللي فات للحصص، بكل حصص في جميع العلوم بتاعت رابعه وخمسه وسته واولى وثانيه وثالثه اعدادي. شيء جميل جدا للي عاوز يقعد في البيت يتابع المذاكره من خلال هذه المنصه. طب في غير كده احنا خدنا الفيديوهات اللي مش قادر يلحقها في ميعادها او في الاعاده، يدخل على اليوتيوب شانل اللي معموله برضو لقناه مدرستنا، عليها مكتبه الحقيقه تفرح. لو انا مصري وشفت المكتبه اللي اتكونت في 6-7 شهور، تعالوا نتخيل كده هيحصل ايه على اخر السنه. منهج مصر كله هيبقى موجود في الصوره دي لمن يريد، يعني اللي عاوز يستزيد عاوز يتاكد. بصوا فيها وفكروا احنا بننزل دروس ليه. انا عندي كل ده ببلاش اهو في البيت، حاجه جميله جدا. طيب عملنا واحده تانية كمان لثانوي، عشان الثانوي يقولوا اشمعنى احنا عملنا واحده لثانوي على التردد اللي حضراتكم شايفينه. يا ريت نجيبه برضو ونتامل في المحتوى اللي عليها الاولى وثانيه وثالثه ثانوي. طيب احنا لم نكتفي بده. احنا ليه عاملين القناتين دول؟ عاملين القناتين دول علشان اللي ما عندوش انترنت يقدر يجيبهم على التلفزيون.
طب انا ما عنديش دش، لا هيشتغلوا ارضي كمان. فكده نبقى غطينا اكبر عدد من الطلاب، وصلنا لهم سواء عندهم انترنت او لا. لو انا عندي انترنت، في كمان المكتبه الالكترونيه اللي عليها محتوى رقمي، ده غير القناه التلفزيونيه، على العنوان اللي اسمه study.ekb.eg، اللي هو زي منصه ذاكر، عليها حاجات كتير جدا. طب الولاد اللي معاهم التابلت، دول عندهم منصه اداره تعلم او learning management system، عليه اشكال والوان من الماتيريال. يعني دي صفحه مثلا بتاعت منهج ثالثه ثانوي زي ما حضراتكم شايفين، عليها الديناميكا واحصاء واحياء واستاتيكا، ده بالعربي وبالانجليزي، ودلوقتي ابتدينا نضخ كمان محتوى فرنساوي والتاريخ وبتاع. كل واحده من دول جواها مناهج محتوى رقمي كبير جدا، غير كتاب المدرسه وغير قناه مدرستنا وغير كل ده، يساعدنا اكتر على ان احنا نذاكر. طب وما اكتفيناش بكده، عملنا منصه إضافية اسمها حصص مصر، عنوانها موجود هنا، حصص.eg، فيها مراجعات مباشرة على مستوى عالي للإعدادية لحد الثانوية العامة، برضو موجودة وبتعمل بث مباشر طول الوقت. إذا اتلخبطنا في منصة اسمها التعليم المصري eduhub.eg، عشان تبقى محطة نشوف منها كل المصادر الموجودة والعناوين بتاعتها. فاحنا لو جمعنا ايه اللي اتعمل او ايه اللي ممكن نذاكر منه لو قعدنا في البيت او حتى لو رحنا المدرسه، غير المدرسه فاتحه وغير ان في مجموعات تقويه، في كل الحاجات اللي حضراتكم شايفينها، سواء القنوات التعليميه اللي احنا النهارده بنتكلم من واحده فيهم، اول واحده ابتدت معانا، وفي منصه اداره تعلم للمرحله الثانويه، وفي منصه ذاكر، وفي بث مباشر كمان زي شاهد وزي نتفليكس بتعمله الوزاره للي عاوز، وفي مكتبة دروس إلكترونية اللي هي حصص، وفي منصة إدمودو. ما بين كل هذه الاختيارات أعتقد أي حد عاوز يذاكر من البيت هيجد شيء يناسبه وشيء مريح ليه. فاحنا الحقيقة بنقول يا جماعة، احنا من حيث التواصل، من حيث التعامل مع الجائحة، قللنا التواجد قدر الإمكان قدر الإمكان، ودي فلسفة إعداد هذا النوع من الامتحانات كلها. غير كده حطينا لكم مصادر تعلم من البيت لمن يريد، وكل حاجة محطوطة الوزارة حط عليها اللوجو بتاعها، تم اعتمادها داخليا من مركز تطوير المناهج، كل هذا المحتوى الرقمي. فده غير اللي موجود بره على يوتيوب، ده معتمد. وكمان فتحنا مجموعات التقوية، فعشان كده لا حاجة لموضوع الدروس الخصوصية خالص، لا من الناحية الصحية ولا من الناحية التعليمية. ممكن نوفر فلوسنا ونلاقي اللي احنا عاوزينه في اي اختيار يعجبكم من اللي موجود، اللي عنده انترنت واللي ما عندوش انترنت، وكله هيلاقي حاجة تساعده. فاعتقد بعد اللي قلناه اتمنى نكون يعني اجبنا على اسئلة حضراتكم، واتمنى لكم طبعا التوفيق والنجاح، وان شاء الله النص التاني ده يبقى شيء نفخر بيه كلنا. شكرا جزيلا.